حاجة تانية برضو عامة جدا، حاول تشتري اللي انت محتاجه، اشتري بذوقك، اشتري اللي عجبك، اشتري اللي نفسك فيه بس وانت محتاجه. لو انت محتاج حاجة ما تشتريش 3 حاجات. انا بقولها عامة وشاملة علشان ما يبقاش فيها قيود، وكل واحد يحاول يطبقها على قد ما يقدر في حياته ووضعه وفلوسه. ونقطة مهمة جدا لو احنا بنبتدي السنة حابين ان احنا نركز عليها، ان العادات الصغيرة اللي احنا بنبقى مش شايفين لها تأثير ومش شايفين لها نتائج هي اللي في الاخر بتأدي الى ان تبقى فيه نتيجة كبيرة مبهرة بس بعد فترة. احنا لو التزمنا بالعادات الصغيرة دي على حسب خطتنا وعلى حسب اهدافنا، بعد فترة فعلا الوضع هيكون في صالحنا للأحسن وللأفضل. وده اللي بيقوله كتاب العادات الذرية، إن جودة حياتنا بتعتمد على جودة عاداتنا، تطور تدريجي، سلسلة من المكاسب الصغيرة والنجاحات البسيطة. وبيقول إن التحسن بنسبة 1% ممكن ما يبقاش جدير بالثناء أو حتى جدير إن أنت تاخد بالك منه وتلاحظه، بس بعد فترة بيعمل فرق كبير جدا. وبيقول برضو نقطة مهمة جدا، إن في مرحلة معينة أنت ممكن تكون بتبتدي في العادات الإيجابية بتاعتك، بس المرحلة دي ما بيبقاش فيها فرق كبير في النتيجة، بتبقى شايف ان انت عمال تعمل نتائج صغيرة 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 مش مؤثرة على النتيجة الكبيرة. هو سمى ده وادي الإحباط، وقال ان احنا محتاجين نعدي الفترة دي ونكمل في شغلنا ونكمل في تصميمنا ونكمل في اللي احنا بنعمله لحد ما الفترة دي تخلص ونلاقي بعد كده النجاحات الكبيرة بقى ليها تأثير وواقع ملموس. لأن النجاح عملية تراكمية، وأقوى النتائج فيها بيجي بشكل متأخر مش بشكل آني أو وقتي أو حالي. بعد ما تختار أهدافك وتكتبها، لو أنا مثلا طالب عايز إن أنا أحقق مثلا مستوى معين او اجيب الدرجات النهائيه او اجيب امتياز، علشان خاطر نعرف نخطط للسنه الجديده محتاجين ان احنا نقسم السنه ل 90 يوم 90 يوم 90 يوم 90 يوم. نقسم السنه كل 3 شهور، ان احنا نحط خطه كل 3 شهور عشان نعرف نقيم النتائج اللي احنا وصلنا لها خلال ال3 شهور دول، نعرف يبقى فيه اقتراحات للتحسن، نعرف ان احنا ماشيين في مسار صح ولا مسار غلط، هنكمل عليه ولا هنعدله ولا هنغيره، شوف احنا حققنا ايه. في مساحة طول الوقت للتحسين وفي مساحة طول الوقت للتعديل. حاجة تاني مهمة برضو، زي ما ان انت ما تقولش لنفسك كلام سلبي، ان انت ما تيأس من نفسك. لو عدى يوم او اسبوع او شهر بصيت لقيت ان انت ما التزمتش باللي انت كاتبه، صحيت مكسل زهقان محبط ما عملتش حاجة من اللي انت كاتبه، ده مش سبب ان انت تتخلى عن الموضوع بشكل كامل او ان انت تقول ان الموضوع خلاص باظ وان الوقت فات وان انت مش هتعرف تكمل او تحقق اهدافك او ان انت خلاص طلعت بره المسار او بره السبق. هو مش سبق، الفكرة ان احنا بنحاول نحسن حياتنا، فمقبول ان احنا نقع، مقبول ان احنا نتعطل، مقبول ان احنا بشكل او باخر ما نبقاش ماشيين على الخطة. ما تيأس من نفسك، حدد الاهداف اللي انت عايز تحققها كاولويات وحاول تمشي عليها وحاول تنفذها، وفي الاول وفي الاخر لما تكمل هتشكر نفسك فعلا ان انت ما استسلمتش، هتشكر نفسك فعلا ان انت عرفت تتابع ويبقى فيه استمرارية. لأن طول الوقت احنا بنسمع ان الاستمرارية هي كلمة السر، بس فعلا الاستمرارية هي كلمة السر. ان انت تروح تعمل حاجة وانت ملكش مزاج، انك تروح تعمل حاجة وانت تعبان، انك تروح تعمل حاجة وانت مش محفز بس انت ملتزم بده فبتعمله. مش طول الوقت بتبقى اون فاير، مش طول الوقت بتبقى محفز، مش طول الوقت بتبقى نفسك مفتوحة، مش طول الوقت بيبقى عندك إصرار وعزيمة. كل ده مقبول، بس في الآخر إن أنت تتحرك حتى لو أنت تعبان، بس المهم إن أنت تتحرك حتى لو حركة بطيئة، برضو في الآخر هتوصل للي أنت محتاجه. وحاجة تاني مهمة، لو أنت عايز تجيب عربية غالية جدا والواقع بتاعك بيقول ان انت مش هتقدر تجيب العربية الغالية جدا دي في مدة زمنية قصيرة، فقسم الهدف بتاعك ان انت في الاول تبتدي يبقى معاك فلوس اكتر من الوضع الحالي اللي انت فيه، بعد كده في المرحلة اللي بعدها تكتر والمرحلة اللي بعدها تكتر. مش بالضرورة تقول انا السنة دي هجيب العربية الفلانية، ده هدف مش واقعي. خلي اهدافك واقعية، ان انا هبتدي دخل يزيد، ان انا هبتدي ان انا يبقى معايا فلوس اكتر، هبتدي احوش، هبتدي اشتغل جنب شغلي، هبتدي اتعلم شغل جديد يجيب لي دخل احسن من اللي انا فيه. وحاجة تانية عايزة اقولها، كل الاحترام لكل الشغل، كل الاحترام لكل واحد بيشتغل
شغل من البيت، شغل 12 ساعة، شغل 8 ساعات، شغل 9 ساعات. مفهوم ان في ناس هي دي الفرصة اللي بتكون متاحة قدامها، ومفهوم ان في ناس بيبقى وقتها ضيق بحيث ان هي الشغل بيبقى واخد جزء كبير جدا من وقتها. وبرضه في الاول وفي الاخر كل واحد أدرى بنفسه وأدرى بوضعه، ويقدر يحط أهداف قابلة للتحقق بناء على وضعه الحالي. لو مفيش غير الوظيفة المتاحة قدامه، برضو الوظيفة المتاحة قدامك وظيفة ومصدر دخل، وفي مساحة وكذا طريقة إن إحنا نتحسن فيها ونوصل لمرحلة أحسن من اللي إحنا فيه. مفيش مصادرة على أي شغل هو ممكن يبقى فيه مساحة للتحسن. أهم حاجة إن إحنا نبقى صبورين. النتائج ما بتجيش بسرعة، النتائج ما بتجيش بسهولة، ويكون عندنا استمرارية، وإن إحنا نكمل حتى لو مش شايفين نتائج قوية ومبهرة وإنجازات كبرى، لأن ده اللي أكده الكتب، وده اللي أكده الزمن، وده اللي أكدته التجربة. وأهم حاجة في وسط ما أنت بتحط أولوياتك، حاول تاخد بالك من أهلك، أبوك وأمك. خلي فيه فرصة أو مساحة إنك تقعد معاهم حتى لو أنتوا على خلاف، حتى لو مفيش حوار ما بينكم. حاول تقعد معاهم حتى لو أنتوا قاعدين ساكتين، علشان التجربة والناس اللي قبل كده قالت إن هي ما قعدتش مع باباها ومامتها، وإن الوقت عدى، وإن هم ده كان جزء يحبوا إن هم يعملوه. فخلينا نتعلم من تجارب الناس اللي قبل كده، ونقعد مع أهلنا ونلاحظهم وناخد بالنا منهم. حاجة تانية مهمة، ما تحسش إن أنت لوحدك، عشان حتى لو انت وحدك ومفيش حد حواليك عارف انت بتعمل ايه او بيشجعك، ربنا معاك يسمع ويرى. وحاجة تانية، في الاول في الاخر مهما كان التشجيع حواليك، انت في الاخر اللي بتعرف تعمل حاجة تؤدي الى ان انت يحصل تحسن في حياتك. فانت مش لوحدك، ان شاء الله يبقى فيه على المدى تغير وتحسن. والناس اللي بتغير حياتها دي زينا كلنا، حد حط هدف وكان عنده رغبة ان هو يحسن من حياته، وجرب وحاول، ومرة نفعت ومرة ما نفعتش، ومع الوقت ومع الخبرة ومع التعليم ومع الاستمرارية نجحت. خلينا نكون متفائلين، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون فعلا سنة فيها إنجازات ترضينا.